والله صعبه وحيل مبالغ بها. يعني انا صار لي 3 ايام اقرا طبيت لي الاسئله 80 مساحه الدفتر، الاسئله حيل صعبه ومبالغ بها، واتمنى شويه يخففون ويهتمون بالطلاب. احنا جاي ندرس ونتعب غير المعدلات. والله ما جاي شيء من الكتاب، كل شيء مبدل، الارقام الاحرف يا عم، ثمرة تعبي ما كل شيء ما استفادت. بس عبالنا تيجي سهله، الاحياء صعبه ما تنجرى، الانجليزي ما تنجرى، العربي ما، حتى الاسلاميه صعبه، كل شيء مو من الكتاب. يلا الله يعوضك بدور الثاني وانت قدها ان شاء الله. ما ادري الدور الثاني احتاج اصعب، وانا متاكد من هذا الشيء. شلون اسئله الرياضيات اليوم؟ سهله صعبه؟ والله جت كلش صعبه يعني، وبيها ربط واسئله ما متوقعه. نعم. كلش يعني اسئله صعبه، اسئله طويله، بيها ربط افصل، بيها ربط نفس المواضيع نفس الافصل يعني، اجوبه غريبه همينه. احنا ما متعودين على هيك شيء. يعني اجلت اليوم؟ لا انا امتحنت. والله العظيم يعني الطالب يقرا صار له سنه ونص يجي للاسئله يعني صعبه كلش، وما تفتهم من يمها شيء، ويربط الفصل الثالث ويا الفصل الرابع. الاسئله كانت يعني مو من المتوقعات يعني ابد، مع العلم يعني انا سنه ثانيه يعني شفت الاسئله يعني بصوره مو طبيعيه، يعني جايبين بيه ربط. يعني العام انا شفت الاسئله اسهل من هاي السنه. يعني ليش احنا دائما يعني يصير عندنا صعوبه، مثلا امتحان ورا امتحان يعني تجي اسئله يعني نقدر نقول اصعب مستويات اكثر. فيعني استاذ يعني ما اقدر اقول شيء، بس حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا اخوي هي الاسئله فوق المتوسطه، نعم. وفكرتها كلش قويه يعني.